السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحكام الكرام، أولا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وبها نستطيع أن نحتفل في هذا مكان مبارك. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والخلوق المكرم رئيس اللجنة والحاضرين والحاضرات. أيها الآباء والأمهات، هل تريدون أن تسعدوا في الدنيا والآخرة؟ شرط السعادة الأساسي هو أن تجعلوا أبناءكم وبناتكم أن تتصفوا بأخلاق الكريمة، لأن الأخلاق أهم من العلوم. علماء القدامى يدرسون أخلاق أولا قبل أن يدرسوا علوما لمعرفته عن مهمة الأخلاق. في هذه فرصتي سأتحدث أمامكم عن أهمية تربية الأولاد بأخلاق الكريمة، ولعل ما سأتحدث بعد قليل ينفع لي ولكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. من أحد وظيفات الرسول هي تربية الأمة بأخلاق الكريمة، لأنها تكون مبدأ في إقامة مجتمع. يمكنك أن تتصور مجتمعا يخلو من الأخلاق الكريمة، سوف يكون من يعيش فيه يعيش بلا سعادة بما أصابه من أذى من جاره أو من غيره. سيقاتل بعضهم بعضا وسيحدث جريمة كثيرة فيه. إذا علمتم عن أهمية الأخلاق الكريمة، نتحدث عن أسلوب تربية الأولاد بأخلاق الكريمة. الأولاد يولد بلا معرفة شيئين. يتعلم أولاد أشياء من جواره، من أمه، أبيه، أخيه، جاره وغير ذلك. إذا يولد في بيئات حسنة سوف يكون حسنا إن شاء الله، وإذا يولد في بيئات سيئة سوف يكون سيئة إن شاء الله. الوالدان يجبان أن يكونان قدوة في تحلي بأخلاق الكريمة لأولاده في سائر الأعمال، لأن الأولاد سوف يقتدي. علمهم بأخلاق الإسلامية: إفشاء السلام، بر الوالدين، نصر الغير، الأكل باليد اليمنى وغير ذلك. والأهم من تلك الأشياء هي تربية الأولاد بالتوحيد الله، كما فعله لقمان الذي ذكر في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. التوحيد له علاقة بالأخلاق، لأن التوحيد هو أساس الدين، والأخلاق هو ما علمه الدين. إذا تدين شخص جيدا فثمرته هو اتصاف بأخلاق الكريمة. لماذا نسعدنا إذا عندنا أولاد صالحون متصفون بأخلاق الكريمة؟ لأنهم سيطيعوننا ويبر بنا ويدعون الله لنا ويكونون صداقة جارية لنا إذا متنا.
Hadza ma astati'u an uqaddima lakum. Syukran ala ihtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.